أحبة المشاهدين، نستضيف الآن نجم وأستاذ وفنان كبير ومخرج متألق، الفنان الأستاذ مجدي أبو عميرة. أهلا وسهلا بك ضيف على كاميرا قناتنا. وبداية نحب نقول لك كل عام وأنت بألف خير وأسعد الله أيامك. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وشعب العراق العظيم بخير وسعادة وسلام. الله يخليك يا أستاذ مجدي. نقول لك أيضا ألف مبروك على مسلسل قلب ميت، هذا المسلسل الذي هز قلوب ومشاعر الناس سواء كان في المجتمع المصري أو المجتمعات العربية إزاء عرضه في شهر رمضان المبارك. حدثنا عن انطباعك أنت حول ردة فعل الناس بشكل مباشر أو الملاحظات التي ظهرت من خلال الأصدقاء ومن خلال المتابعين لهذا العمل. هو أنا بقول إن قلب ميت مسلسل جريء، مسلسل بيناقش قضايا الشباب بشكل جامد. مؤلف اكتشاف لمؤلف واعد، مؤلف جديد، لكن أنا بتنبأ إنه هياخد صفوفه بين كبار نجوم التأليف في مصر والعالم العربي. أحمد عبد الفتاح كاتب حوار بديع، مسلسل توفرت له عناصر النجاح من إخراج إلى تأليف إلى كم كبير من النجوم، نجوم شباب غادة عادل وشريف منير يقتحموا الدراما التلفزيونية قدام العمالقة، مع كم من النجوم الكبار مع نجوم شباب من الوجوه جديدة. ده كله عمل شكل جميل، قدر ان الناس تلتف حول قلب ميت، المسلسل اللي بيناقش قضايا الطبقة المهمشة في مصر وقضايا الشباب مثل الهجرة والهجرة غير الشرعية والبطالة، هموم كثيرة. مظبوط. فكل واحد شاف نفسه أحد أفراد هذه الأسرة، وبالتالي المسلسل وصل للناس. المسلسل قلب ميت تميز بموضوع أو مسألة مهمة جدا، هي البطولة الجماعية. كل شخصية هي بطلة حياتها، بداية من شخصية رضا وشخصية بسمة وإلى آخره من الشخصيات الأخرى. قيادة هذا النوع من الشخصيات وإبراز كل شخصية على حدة تتطلب تحضيرات ومجهود كبير من المخرج بشكل خاص. حدثنا عن التحضيرات، وإذا كان هناك معوقات أيضا حدثنا. هو أنا عايز أنسب إلى نفسي حاجة، إن لأول مرة أنا كان في زمان في الستينات وفي السبعينات، بداية السبعينات، حاجة اسمها بروفة الترابيزة، إن إحنا نقعد نجتمع عشان نعمل بروفة قراية. العادة دي انقرضت للأسف الشديد. أنا رجعت العادة دي في قلب ميت. إحنا عملنا بروفات ترابيزة، تحضير جيد للمسلسل. اشتغلنا منتج متميز تامر مرسي، وفر إمكانيات رهيبة بحيث إن ما حدش كان بيقول لي أنت فين، ما حدش بيقول لي خلص بسرعة. لا، ده أنا فضلت أشتغل لغاية 29 رمضان، وعملت المسلسل زي ما بيقولوا على نار هادية، وبالتالي خرج المسلسل بشكل أعتقد إنه جميل. ولأول مرة ألاقي إن الإيجابيات، يعني حتى النقاد العزاز اللي أنا بعتز بيهم أما بيكتبوا على المسلسل بيكتبوا السلبيات قليلة جدا، ودي نادر ما بتحصل في المسلسل. نتمنى لكم الموفقية والنجاح، ونشوفك يا رب أكثر تألق ونجاح من سنة إلى سنة ومن رمضان إلى رمضان. كل سنة طيب، وأنا أحييك بجد، أنت مذيع جميل وطرح الأسئلة حاجة جميلة قوي، وكل سنة وشعب العراق مرة تانية بخير وسعادة. شكرا جزيلا. شكرا. فرصة سعيدة جدا.